السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، يا رب تكونوا في أحسن حال وفي أحسن صحة، اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب تكونوا جميعا بخير، اللهم آمين. لو لسه جديدة في القناة اوعي تنسي كده لفة جميلة كده في القناة، اشتراك للقناة، مشاهدة بصدق، ربنا يسعدكم يا رب العالمين وما اشوفش فيكم شر أبدا يا رب، اللهم آمين. ويلا كده بقى نشوف النهاردة وصفتنا الجميلة الجبارة هنعملها ازاي. فيديو بسيط جدا، اتمنى منكم تشاهدوه بصدق، ربنا يا رب يبارك فيكم، ويا رب اللي يشاهد بصدق يزور النبي واهل بيته، ربنا يا رب يسعدكم. تعالوا كده بقى، نزلنا بالملح، طبعا في رز معمر حادق ورز معمر مسكر. نزلنا بالملح طبعا، وكنا دعكينه بمعلقة سمنة بلدي، ومعانا هنا اللهم بارك اللبن غليينه ومجهزينه زي ما انتوا شايفين كده. طيب انا نزلت باللبن اهو، ماشي. اللبن بيبقى لازما احط له كوبايه ميه وانا بغليه، يعني مش تروحي بقى حاطه كله ميه، لا. ليه؟ علشان الرز يا حبايبي من نجاحه، من نجاح الرز ان انت تحطي له كوبايه ميه. دايما دايما اخواتنا وحبايبنا الصعايده اتعلمنا منهم، واهالينا طبعا وعلى دماغنا، دايما يقولوا لك حطي حبه ميه للرز المعمر. ماشي، حطوا بس لايك كده للرز المعمر وجماله وحلاوته، لان الميه طبعا مع اللبن هتديني سوا وتخليه مفلفل سنه. طيب في ناس بتحط له زيت، انا مش من هوايات الزيت في الرز المعمر. رز معمر يعني قشطه، يعني سمنه بلدي، مش اكتر من كده. طبعا على دماغي كل اللي بيحط الزيت، بس انا مش من هواياته. طبعا زي ما انتم شايفين كده، حطيت اللبن مغلي، بجيب قشطه بتاع اللبن، لما بنجيبه طبعا بيبقى عليه قشطه، بنشيلها في الفريزر كلنا طبعا، بتديله يعني لون من فوق كده، بتخليه ما شاء الله لونه محمر وجميل. تعالوا بقى كده نسمي الله ونحطه في الفرن من فوق، لان لما بنحطه في الفرن من فوق نحمر وشه الاول، وتاني ننزله الرف الاوسط. هنا ما شاء الله خد ساعه الا تلت في الفرن، وطبعا بطلعه بره الفرن، بحطه كده واجيب معلقه وانغزه، واجيب معلقه سمنه بلدي كده محترمه كبيره، واروح دهنه وشه كده وحاجه كده، اللهم بارك، بالف هنا وشفا على قلوب اللي كلوا. ربنا يجعل بيوتكم دايما يا رب عاملنا بالخير، في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.